صباح الخير عليكم. صحيت يوم الجمعة وعايزة أعمل بقى فطار للعيال. رحت دخلت على المطبخ على طول وقلت أطلع بقى اللي عندي كله. عندي سمنة، كيلو دقيق كنت والله شايلاه وقت عوزة، قلت مفيش أحسن من العوزة اللي احنا بقينا فيها دي. طلعت بقى كيلو الدقيق، وعندي بقى كيس لبن بودر، صلصة، سكر، كيس خميرة. بص أخذ شوية زيت بصراحة، يعني كانوا عندي، قلت لا هنعمل بيه برضو بيهم إيه، معجنات حلوة جدا للعيال يوم الجمعة. يعني بيتعبوا يعني طول الأسبوع دروس ومدرسة ومروح ونزول، طب ما نعمل بقى حاجة حلوة كده يفطروا بيها بقى، تبقى فطار حلو كمان تبقى عشاء حلو. جبت كيلو الدقيق بتاعي ونخلته، وجبت كوباية مية دافية عليها ايه، كيس الخميرة على معلقة سكر، وقلبتهم سبتها تخمر. جبت الدقيق بتاعي، حطيت بقى معلقة من البيكنج باودر، وبعد كده فتحت بقى كيس اللبن البودر. والله عايزة تحطي لبن بودر فيها حطي، ده بيبقى محسن حلو جدا. وحطيت بقى علبتين زبادي عشان العجينة بتاعتي تبقى طرية وحلوة قوي. وحطيت كمان معلقتين من الصلصه علشان تبقى ايه، العجينه بتاعتي كده محمره وجميله. وحطيت ربع كوبايه من الزيت، وبعد كده نزلت بالخميره. عجنت كل العجين ده، طبعا خدت معايا ميه كوبايه ونص من الميه، سبتها تخمر. وبعد ما خمرت رحت بقى ايه، قطعتها تلات ايه، تلات تلات قطع كده زي ما انتوا شايفين. وجبت الرخامه بتاعتي دهنتها شويه من الزيت، ورحت قعدت في ايه، افردها بالنشابه. طبعا السمك اللي احنا عايزينه ولا رفيع ولا تخين، يبقى سمك وسط كده حلو. وجبت الصاج بتاعي ودهنته زيت. وعندي هنا جبنه بقى، والله عايزه تحطي جبنه حطي، عايزه تعمليها ساده براحتك زي ما انت عايزه. وجبت بقى كده هنا هنعمل بقى شويه كده بوريك حلوين، طعمهم حلو جدا، تراي. بصي حاجة حلوة كده تنفع بقى ايه فطار وتنفع عشاء. صراحة بقى مفيش احسن من اللي انت تعملي كل حاجة في البيت، كل حاجة تعمليها في البيت، لان الحاجة دلوقتي بقت غالية ومبقاش اصلا في ضمير بقى، يعني قليلة قوي اللي بتلاقيه عنده ضمير. طبعا عملت هنا بقى صاجين، واحد بحبة البركة والتاني بالسمسم، حاجة كده جميلة وحلوة قوي قوي قوي. طبعا الدهن اللي انا استخدمته شوية من النسكافيه على شوية من اللبن ودهن زي ما انتوا شايفين كده اهو، طريه وحلوه وجميله. طلعت اللي هنفطر بيه، والباقي حطيته في اكياس وعلى الفريزر، وكل ما اطلع كيس زي الفل وجميله جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي، ما تنسوش اللايك.